فتح رباطي بكل امانه بالنظر للمكانه المميزه لايوب سكوما. هنا الكره تسدد، يا له من هدف رائع، هدف جميل جدا، هدف مباغت، هدف روعته ستدفعنا لإعادته بدل المرة 3 و4 للفتح الرباطي. ونحن نتحدث عن أيوب سكوما، عن إبداعات أيوب سكوما. يظهر هدف جميل وجميل جدا، بلمسة مشات الكرة في منطقة الجزاء، رجعت من بوفتيني والتسديدة ما كانش خطأ. بهذه الطريقة الرائعة يتمكن الفتح الرباطي من تسجيل الهدف الأول في المباراة. تصبح النتيجة 1-0 للفتح الرباطي أمام حسنية أكادير في الدقيقة الرابعة. 1-0. أظن المسجل يوسف بالعمري والذي سجل هذا الهدف الجميل جدا. اللاعب فعال، لاعب أكد جاهزيته لتقمص دور مهاجم في نادي الفتح الرباطي بأهداف خلال الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية. أيوب القاسمي، يحيى جبران، وصل كورتو بوفتيني، وهذا ياسين الرمي. ياسين شاف كانت عنده رؤية جيدة للملعب. فوزي عبد الغني، ضربة جزاء، ضربة جزاء يقول حكم المباراة في الكرة الماضية. فوزي عبد الغني ورط الواني في ضربة جزاء في الوقت البدل الضائع من الجولة الأولى. فوزي عبد الغني كانت كيف الكرة الماضية، سبق الكرة ومشى ورط المدافع في ضربة جزاء تأتي في الثواني الأخيرة من الجولة الأولى. هنا كرة ياسين الرامي، مشات كرة في منطقة الجزاء. هنا تدخل الواني، مشى بركبته ودخل في حق فوزي عبد الغني، والحكم كان صارما وأعلن عن ضربة جزاء لحسنية أكادير. فرصة لبلوغ هدف تعادل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع. حسنية الذي انتظر كثيرا ويبحث عن هدف تعادل ثواني قليلة قبل الصفرة الختامية للجولة الأولى من المباراة. وليد الركراكي هادئ كما عادته في تدبيره لهذه المباراة، ما كانش يتمنى أنه تنتهي الجولة الأولى بالتعادل، كان يبحث عن ربما استثمار الهدف المسجل، وجاته فرصة لقتل المباراة بهدف ثاني لكن غاب التوفيق عن لاعبيه. ضربة جزاء للحسنية، جلال الدودي يتكفل بتسديد ضربة الجزاء. حمزة السمومي بطاقة صفراء، مسؤولية كبيرة على يونس الزيادي أمام جلال الدودي الذي يبحث عن هدفه السادس في البطولة الوطنية. المدافع على الهدف أمام الحارس الشاب يونس الزيادي. جلال الدودي في تسديد ضربة جزاء للحسنية لإعادة التوازن للمباراة من جديد بعد هدف يوسف بالعمري. جلال في تنفيذه، هدف التعادل، هدف التعادل من نقطة الجزاء لحسنية أكادير. مشى الجهة اليسرى بديع أووكا، بديع أووكا لعب كورته في منطقة الجزاء. كاشاني، بدر كاشاني يسجل هدفا ثمينا، هدفا غاليا، هدفا يساوي الصدارة، هدف يساوي الانتصار في هذه المباراة في دقيقة 78. هدف من صناعة ميدن بديع أووك، والختم ويختم لبدر كاشاني. قلت أن ميغيل أنخيل غاموندي تشبت بمهاجمه، تشبت برجل ثقته، وهو يسجل هدف الثاني في المباراة. تصبح النتيجة 2-1 لحسنية أكادير أمام الفتح الرباطي.
كرة ممتازة جدا، وبدر كشاني كان فعال، كان في المكان وفي الزمان المناسبين لتسجيل الهدف في الدقيقة 79 من مباراة اليوم. تصبح النتيجة 2-1 على بعد 10 دقائق من نهاية المباراة. فرصة ضائعة هنا تساوي هدف هناك. الفتح